هيا على الحلوين، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. لازم ابتدي كده اعيد عليكم، امال هو انا بشوفكم كل فين وفين؟ بقالي 6 شهور ما طلعتش واتكلمت مع حد. المهم رجعت ليه؟ لاني بننصح ويا ريت النصيحة بتفيد. اتمسكت مواد الأدهم، اتمسكت حنين حسام، اتمسكت شيري هانم وبنتها زمردة، واتمسك الراجل اللي بيشتم الستات، طبعا انا اسمه رايح خالص دايما من ذاكرتي، واتمسكوا كتير. ولسه ممسوك، واللي بيعمل عمليات نصب منهم من البلوجرات اللي هم بيسموا نفسهم بلوجرات، واللي هي لسه ممسوكة برضو. باين واحدة اسمها كده كده اللي بتعمل كده كده، ممسوكة بأطنان من المواد المخدرة وفلوس معاها، وهي عندها 22 سنة، يعني طفلة معاها عاملة كل ده وهي لسه في السن ده، وهي آخرتهم هي دي. الست سلمى هانم دي عاملة ايه؟ اتمسكت ليه؟ لأن هي بتحس على الفجر والفجور، يعني هي فيديوهاتها عندها 4 مليون متابع، وهو على ما أعتقد كلهم شباب وأطفال. بيتفرجوا على إيه؟ على جسمها. يعني هي ما عندهاش موهبة، هي إيه اللي بتقف تعمله؟ هي بتشغل أغنية وتحرك شفايفها، ودي أنظف الفيديوهات اللي أنا إيه حاولت يعني أستنضف وأجيب الفيديوهات النظيفة يعني مش هبقى أنا وهي، هي بتنشر الفجر وأنا هنشره. المهم إيه، استنضفت يعني الفيديوهات اللي هي متدارية فيها دي وكده، وحاجات يعني محترمة حب. المهم ايه فايدة اللي هي عملته؟ وايه فايدة ال4 مليون؟ هل شفعوا لها ال4 مليون متابع بتوعها؟ الفلوس اللي هي عملتها من كل ده، او الفيديوهات اللي هي بتعملها اكيد على الخاص وبتبعتها زي في قنوات، زي مثلا هناء الأسطورة دي، بيقولوا بتعرض وليها فيديوهات، وزي أنوش، كلكم اتمسكتوا. واحنا اللهم لا الشماتة مش جايين نشمت فيها، هي اللي عملوا، واحنا قلنا قبل كده بلاش تطلعوا بأجسامكم. عندك موهبة يا حبيبتي انت وهي، اطلعوا بيها. ما عندكيش خلاص اشتغلي اجتهدي في اي مجال تاني، بس مش تطلعي بجسمك وتنشري الفجر. الشباب مش ناقصة الصراحة يعني، واحنا دولة مش بتاعت كده يعني. مش هنقول ان احنا في انفتاح وبتاع، لا ده بيطلع على البنات الغلابة اللي ماشية في الشارع اللي ملهاش علاقة بأي حاجة. اما يطلع واحد يشوف واحدة زي دي، هو مش هيطول دي بس، هيطول واحدة مسكينة طفلة غلبانة ممكن يمسكها، وبقى ربنا يستر على البنات كلها. المهم احنا دولة طبعا متمسكة بالعادات والتقاليد، وما عندناش الانفتاح، فبيبقى في صعوبة في الجواز وفي صعوبة في كده. فدول بقى عاملة حملة إفطار صائم. على مين؟ على نفسها. دي تستاهل اللي هي ايه عملته، ومفيش اي ايه شفقة ولا رحمة بيها. يعني واحنا ايه اللهم لا الشامتة، مش هنشمت في واحدة اتمسكت، يعني هي خلاص في قبضة الحكومة وهتاخد جزائها اللي هي تستحق. احنا جايين ايه؟ بس انا جاية واحدة زي انا جاية اعمل ايه؟ جاية احذر البنات. انت يا ماما عندك موهبة، اتفضلي اعرضيها، بس موهبة تكون محترمة. بتقدمي سكتشات كوميدية، في ناس كتير محترمين وبيقدموا حاجات سكتشات كوميدية كويسة جدا. هل حد تعرض لهم؟ هل حد مسكهم بحجاباتهم بأساليبهم بكلامهم؟ إنما إيه إن أنت تعرضي فيديو، أغاني، وتحركي بقك وتحركي أجزاء من جسمك، دي مش موهبة يعني. واحنا عارفين ان دي واحدة زي دي مثلا 80% او 90% منها ايه؟ شد ونفخ وكراتين في شعرها أو ليس، ده اللي بيعملوه. يعني هي نصها فيك، أو يمكن 3/4 فيك مش حقيقة، ونفخ وشد وعمليات تجميل، وقالوا وأعلنوا إن هي نصها أو 3/4 عمليات تجميل. ومحدش يقول لي إن أنت غيرانة، أنا لو غيرانة هطلع أعمل زيها، بس ولا دي أخلاقي ولا ده طريقي، يعني أنا ماليش في السكة دي. حلو. مش هغير منها يعني، هي مصيرها راحت فين؟ سبقت اخواتها اللي في حنين حسام ومودة الأدهم، وكلهم في ايه؟ في عنبر 9، سجن القناطر الخيرية. وانت يا حبيبتي البنات الصغيرة، لو انت حابة تبقي حطيهم دول قدامك، هتبقي مسيرك معاهم فين؟
في القناطر الخيرية، كلكم عنبر 9 القناطر الخيرية. بس ما حدش يقول لي إن أنتِ غيرانة، زي برضه على هنا الأسطورة واحد داخل كده تِلِم يقول لي: "أصل أنتِ غيرانة." هاغير من إيه يعني؟ يعني هو ليه بيقول كلمة حق زي كده دايمًا تطلّعوه ده غيران؟ ده غيران منها، ده هي يعني هُم ما يتقارنوش بيّا، أنا ولا أنا زيّهم ولا أنا عمري هابقى زيّهم. دول بتعرض جسمها مقابل فلوس، مقابل شهرة، عايزة الشهرة سريعة ويا ريت نفعتها ويا ريت فادتها، غير السجن وغير نُص عمرها هيضيع الله أعلم إيه كمان، غير إن هي نشر الرذيلة والفُجر على الشباب حملة إفطار الصايم، الله أعلم كمان ممكن تكون يعني أنا مش عايزة يعني أقول، أكيد في بلاوي تاني كتير برضه معمولة يعني غير كده كمان. بس بقى يا حبايبي هو ده الفيديو بتاعي النهارده، وعايزين بقى إيه لايكات، 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 لإن أنا باحب أوي اللايكات وباحب أتغرّق لايكات. يالّا سلام، باي باي.